ازيكم. النهارده هنتكلم عن الاستراتيجية اللي بنستعملها عشان نساعد الاي كوميرس براندز ان هم يضاعفوا مبيعاتهم من غير ما يزودوا الميزانية بتاعة الاعلانات بتاعتهم. How to double your e-commerce sales without doubling your budget. ازاي انت لو عندك براند بتبيع اونلاين وعندك موقع، تمام، ازاي تقدر تضاعف المبيعات بتاعتك من غير ما تزود ميزانية الاعلانات. اول حاجة لازم يكون عندك اونلاين ويب سايت. ما ينفعش تكون بتبيع عن طريق رسائل او عن طريق الجروبات. كل الحاجات دي كلها معتمدة على إن أنت يكون عندك e-commerce web site، سواء معمول على منصات محلية زي easy orders أو معمول على منصات عالمية زي shopify، woocommerce، أو أي منصة تجارة إلكترونية أخرى. تمام. لو أنت عندك متجر على المنصات ديّة، فكمّل معايا هتستفيد كتير أوي من العوامل اللي هنتكلم عليها النهارده. طيب، الاستراتيجية دي اسمها الfour pillars strategy، فيها 4 أعمدة رئيسية لازم تكون حاططهم في الاستراتيجية بتاعتك عشان تقدر فعلًا تضاعف مبيعاتك 2x، 3x، 5x. بس من غير ما يبقى عندك الاستراتيجية ديّة هتبقى أنت شغال وناقصك عوامل. ال4 pillars دول هم أول حاجة الcommercial success factors، أو عوامل النجاح الأساسية للخطة التجارية. تمام. بعد كده الcontent success factors، أو عوامل المحتوى الأساسية للنجاح. بعد كده الpaid ad success factors، عوامل أساسية لنجاح من خلال إدارة الحملات الإعلانية. والويب سايت CRO، أو تحسين معدلات التحويل أو تحسين الconversion rate على الe-commerce web site أو موقع التجارة الإلكترونية بتاعك. تمام. ال4 حاجات دول جنب بعض: commercial، content، paid ads، CRO. عن طريقهم تقدر تضاعف المبيعات بتاعتك لو عملت ال4 pillars دول. طيب، قبل ما نخش في التفاصيل بتاعتهم، تعالوا كده نتعرف الأول على يعني إيه e-commerce brand والmodels اللي موجودة. الe-commerce brand هو حد بيبيع منتج أونلاين، تمام، وعنده موقع من خلاله بيبيع المنتج ده. ماشي. لو أنت بتبيع عن طريق الرسايل، فهيكون تقدر تستفيد طبعًا من المعلومات اللي هنقولها، بس في الآخر الرسايل دايمًا ليها limit، لإن فيها عامل بشري كبير بيعتمد على مزاج الشخص اللي بيرُد، وطريقة الرد بتاعته، والcontrol بتاعه إن هو هيقدر قد إيه يرُد على أشخاص قد إيه في نفس الوقت. تمام. فالعوامل دي كلّها بتأثّر على مدى قدرة الe-commerce business اللي بيحاول يscale عن طريق الرسايل، في إن هو يقدر يوصل لأرقام تتخطى ال1.000.000 و2.000.000 و3.000.000 وهكذا. لإن عدد الرسايل اللي هيحتاجه عشان تقدر تعمل الأرقام دي بيكون كبير جدًا، لإن أنت بتبيع commercial goods مهما كان سعرها. في الآخر مش هتقدر يبقى عندك الcontrol الكبير زي ما يبقى عندك e-commerce web site والناس بتخش وبتبدأ تشتري من خلاله direct، ماشي، بجانب الرسايل. فدي نقطة مهمة لازم تكون واخد بالك منها. طيب، أنا أروح أعمل دلوقتي موقع عشان خاطر أقدر أبيع بده؟ لو أنت لسه في مرحلة الرسايل، ما تروحش تعمل موقع وخلاص، وتعمل موقع تكلفته ضعيفة، فبالتالي الموقع ضعيف فما يبيعلكش، فيبقى تكلفة اتحطت عليك وما استفدتش منه. لمّا تيجي تعمل موقع لازم تعمله موقع صح، يكون فيه عوامل اللي تخلّي العميل فعلًا ييجي يشتري منك. تمام. فأنت لو أنت already شغال رسايل، أول خطوة تعملها مش الموقع، أول خطوة تعملها landing page. هتشوف tool من الtools الموجودة online بتعمل landing page، وتبدأ تعمل landing page للمنتج بتاعك. ماشي. وبعد كده تفكّر بقى في خطوة الموقع ده. لو سألتني وقُلت لي المفروض أكون بابيع بكام عشان أقدر أعمل موقع، لو أنت بتتارجت إن أنت تبيع بأقل من نُص مليون جنيه، ما تعملش موقع في البداية. اعمل خلّيك اشتغل في الرسايل الأول. طول ما أنت بتبيع بحوالي 100,000 ل150,000 جنيه، فأنت رسايل ممكن تقدر تmanage حاجة زي كده. وبعد كده ابدأ اعمل الlanding page لو أنت شغال في منتج أو 2. ماشي. أكتر من كده يبقى أنت على طول الخطوة الجاية هي هتكون الموقع.
ليك. هل ده بينطبق على كل حاجة؟ لأ طبعًا، ممكن حد يكون already بيبيع 100,000 جنيه بس لازم يكون يعمل موقع، لأن هو ما عندهوش الteam والmoderation والقدرة إن هو يقدر يدير team من الmoderators، أو هو يكون بيرد على الرسايل وبيقفل الdeals عن طريق الرسايل، فبالتالي على طول هو هيروح على طول direct يحوّل الناس زي ما على الموقع ويحط فيه كل العوامل. طب إيه هي العوامل اللي المفروض تكون موجودة في الموقع؟ ده اللي إحنا هنتكلم عليه في الاستراتيجية بتاعتنا. طيب نرجع بقى تاني كده لل4 pillars الأساسيين اللي إحنا بنبني عليهم استراتيجية الscaling للe-commerce brands. أول عامل مهم جدًا معانا جزء الcommercial. يعني إيه؟ من الأول كده بالبلدي أنت بتبيع إيه؟ إيه المنتج اللي بتبيعه ماشي، وليه هو مميز عن باقي المنتجات المنافسة؟ هل أنت الميزة عندك في السعر، والّا الميزة عندك في الquality، والّا الميزة عندك في خدمة ما بعد البيع، والّا الميزة في الضمان، والّا الميزة في السرعة، والّا الميزة في الجودة المنتج نفسه، إن المنتج ده ما هوّاش صناعة مثلًا صينية، هو صناعة ألمانية أو صناعة كورية، أو في اختلاف في التصنيع بتاعه. فأنت دي أول خطوة، أول خطوة هنا أهوّة هو الmix بتاعك، الmix الأساسي الbasic، الproduct والprice نفسه ماشي. إزاي إن أنت المنتج بتاعك مميز إزاي، والسعر بتاعك بتاع المنتج نفسه، إزاي تقدر تسعّر المنتج بتاعك. لو عايزين نحسبها كده لَطْش، فأنت بتشوف التكاليف بتاعتك بتاعة تصنيع المنتج نفسه، وبتضيف عليها تكاليف الfulfillment، أو إن أنت خلاص جالك الorder فهتغلّفه في حاجة وهتبدأ تلفّه وتسلّمه لشركة الشحن، وشركة الشحن دي بتاخد منّك فلوس مقابل كل order. دي تكلفة الfulfillment. وهتجمّع تكلفة التصنيع نفسه اللي إحنا بنسمّيها الCOGS أو الcost of goods ماشي. تجمّع الأرقامين دول مع بعض، وبعد كده تضربهم في 2 أو 3 على حسب الصناعة بتاعتك، تمام، عشان تقدر يكون عندك قدرة إنك تغطي مصاريفك التشغيلية. طيب إيه الرقم، أضربهم في 2 والّا في 3؟ أضربهم في 3. ليه؟ عشان يبقى أنت عندك تِلت تكلفة، تِلت مصاريف تشغيلية وتسويق، وتِلت تاني هو ده الmargin اللي أنت هتاخده عشان تقدر تكبّر الbusiness، وعشان تقدر أنت تصرف على المنتجات اللي أنت عايز تطوّرها أو تجيبها. فأنت كpricing هتبدأ تعمل القصة دي كلّها، وقبل ما تحط الprice ده على طول كده، لازم تبُص على المنافسين بتوعك. مش ده الstandard، يعني إيه، أنا ضربتهم خلاص في 3 والرقم معايا رقم، هابدأ أبُص على المنافسين بتوعي اللي بيبيعوا منتجات شبيهة، الprice gap عاملة إزاي، هل أنا السعر بتاعي أقل منّهم بكتير، والّا السعر بتاعي أعلى منّهم بكتير، والّا السعر في المتوسط؟ لإن أنت في بعض المنتجات والسلع ممكن هامش الربح يبقى أعلى من كده. لو أنت بتبيع luxury product ممكن يبقى أنت تضرب في 5 وفي 6 وممكن في 10 كمان. تمام، لإن أنت بيبقى في عندك add-ons تانية بتضيفها على المنتج، فبالتالي يبقى أنت عامل حسابك على ده. ما ينفعش أنت خلاص تكون بتبيع منتج المنافس بيبيعه ب5x وتبيعه أنت ب2x نفس المنتج، عشان حاجتين. أول حاجة العميل نفسه مش هيبقى مقتنع إن المنتج ده بنفس الquality بتاعة المنافس ده، خصوصًا لو كان المنافس ده قديم وموجود في السوق وmarket leader بقى كمان، فهو خلاص في standard للسعر، لازم تاخلي بالك من ده. الحاجة التانية، لو أنت عملت المنتج سعره أغلى بكتير في وقت، في حاجات، في منتجات معيّنة ما هياش منتجات بيفرق فيها السعر، منتجات كمالية، ساعتها مش دايمًا العميل هييجي يشتري منّك أنت، مهما كنت بتحاول تعمل ومهما كنت بتحاول تبيع. حاجات ما ينفعش فيها، ما فيش فيها مرونة سعرية، تمام، فبالتالي مهم إن أنت بعد ما تسعّر بناءً على التكاليف بتاعتك، تبدأ تبُص على السوق وتشوف السعر ده مقابل المنافسين عامل إزاي، ماشي، فحددت السعر بتاعك، بقيت حاسب عندك الnet margin بتاعك أو صافي الربح. صافي الربح ده اللي هو الفلوس اللي حرفيًا بتخش في البنك بقى خلاص بعد ما بتدفع كل تكاليفك، تكاليف التشغيل، تكاليف المنتج والتصنيع، مرتبات، إيجار، كل حاجة، ماشي. ولو أنت business owner ما ينفعش ما تكونش حاطط لنفسك مرتب وتبقى بتاخد الربح ده تحطه في جيبك، أنت كده هتفشل عاجلًا أم آجلًا. لازم يبقى أنت عندك مرتب حاطّه لنفسك على حسب الbusiness نفسه، حسب حجم الbusiness ماشي. يا سلام لو يكون المرتب ده تحدّده بناءً مش على إن أنت صاحب الشركة،
لأ بناءً على أنت لو أنت كنت شغال دلوقتي مثلًا كنت شغال محاسب، فكان مرتبك 20.000 جنيه أو 15.000 جنيه، فأنت خلاص يبقى أنت هو ده المرتب اللي أنت حاطّه. طيب هو أنت الbusiness أصلًا ما بيعملش، ما فيش فيه المساحة ده، فأنت لازم بتيجي على نفْسك في الإيه، في المرتب ده، فمش تحط مرتب كبير وخلاص عشان أنت الCEO والشركة ما يبقاش فيها كاش وتخسر. ماشي، فتبدأ تحط المصاريف دي كلّها وتخصمها من إجمالي المبيعات بتاعتك اللي بتيجي لك. ماشي، يطلع لك الnet margin. تبقى عارف بقى نسبة الnet margin دي إيه بالضبط، كام، إنها تختلف من صناعة للتانية، وزي ما إحنا قُلنا هي طبيعي تكون في حدود ال30%، 20% على حسب الإيه، حسب الصناعة، ممكن تبقى أكبر ممكن تبقى أقل، بس ده الإيه، بس ده الaverage. طيب بعد أنت ما حسبت الnet margin ده وحسبت الprice بتاعك وبقيت عارف أنت سعرك بالنسبة للمنافسين عامل إزاي، هتبدأ بقى تبُص على السنة أو الشهور اللي فاضلة لك في السنة. أنت دلوقتي مثلًا في شهر كام في السنة وفاضل كام شهر في السنة دي، هتبدأ تحط كده الcalendar دي قدّامك، تبدأ تعمل حاجة اسمها الevents and promotions calendar، فيها المناسبات الرئيسية ومواسم العروض اللي أنت هيبقى عامل فيها promotion أو هتعمل فيها خَصم. ماشي، الخصم ده ممكن يبقى أنواع مختلفة، بس في الآخر الأول بتحط بس الكالندر عندك وتحدد المناسبات الأساسية. في السعودية مثلًا أنت بيبقى عندك الكالندر وحاطط فيها يوم ال التأسيس ماشي، وحاطط فيها اليوم الوطني، حاطط فيها رمضان، حاطط فيها العودة للمدارس، حاطط فيها موسم الصيف، حاطط فيها حاجات مختلفة. في مصر مثلًا بيبقى عندك العيد ماشي، الأعياد سواء العيد الصغير أو العيد الكبير، عندك رأس السنة وبداية السنة، وعندك رمضان طبعًا كده، وعندك الBlack Friday أو الجمعة البيضاء. تمام، فبدأت تحط المواسم كلّها بقى على حسب الصناعة بتاعتك. ماشي، عيد الأم، مناسبات كتيرة، الفالنتاين، تتوزّع بقى على حسب أنت أنت حاليًا بتحسبها من شهر إيه، أو أنت تبُص على السنة كلّها والّا تبُص على نُص السنة والّا على quarter معيّن في السنة أو ربع يعني سنة. تمام، تحط المناسبات دي وتبدأ تشوف إيه هي الpromotions اللي هتعملها في المناسبات دي. أنواع كتيرة من الpromotions ماشي، بتحط بقى الpromotions دي بأنواعها، تبدأ تحسبها على حسب الmargin بتاعك. في أنواع زي الBOGO أو الbuy get، buy one get one، buy two get two، buy three get two، buy two get one، كل بقى الbuy كذا get كذا. ماشي، الحاجة التانية direct discount، تعمل خصم 10%، خصم 15%، خصم 20%. تمام، دول أكتر طريقتين شائعين للعروض والpromotions، فتبدأ تحسب على حسب هامش الربح بتاعك، تبدأ تحط الpromotion ده بهدف إن أنت تزوّد المبيعات بتاعتك عشان تعوّض الجزء اللي موجود في هامش الربح. تمام، فبتبدأ تاخد الخطوة دي، تبدأ ت ت تحلّل العروض بقى وتحدد العروض اللي أنت هتعملها، ما تروحش تعمل buy one get one وأنت ما عندكش قدرة على إن أنت تعمل ده. تمام، خلّيني كده أقول لك على مثال مهم، المثال ده بيشرح إزاي تقدر تحسب الoffer بتاعك. خلّينا ناخد مثال direct، وهو أنا هامش الربح بتاعي 30%، فأنا لو عملت خصم 10% أنا لسه معايا 20%، لو عملت 20% فأنا لسه معايا 10%، يعني من غير آلة حاسبة. ماشي، لو أنا الهامش بتاعي بقى أكبر من كده وليكن 60% و50%، ممكن ساعتها أعمل buy one get one أو buy two مثلًا get one وهكذا. أنوّع في العروض بتاعتي عشان أجرّب أنهي عرض هيكون profitable أكتر ليّا، وفي نفس الوقت هيخلّي حجم المبيعات كبير. ماشي، في بعض الindustries وبعض الmarkets في أوقات الdirect discount بيكون كويس، أوقات تانية بيكون الBOGO offers أو الbuy get بينجح. طيب أنواع تانية من الخصومات اللي ممكن تعملها، هامش الشحن المجاني أو الfree shipping threshold، ما تعملش شحن مجاني على طول إلا لو أنت بتبيع مثلًا حاجات زي الأثاث أو كده، خلّي دايمًا الشحن مجاني. إنما لو أنت بتبيع منتج عادي اعمل threshold للشحن المجاني، لمّا العميل يوصل له كمشتريات يبدأ ياخد شحن مجاني.
لو أنت معظم الناس بتشتري منك منتج واحد، فحُطّه على سعر منتجين. تمام، بحيث إن أنت تزوّد ده. طيب إيه تاني أنواع تانية ممكن من العروض تعملها؟ ممكن تعمل bundles أو مجموعات توفير، عندك مثلًا أكتر من منتج فتحطهم مع بعض وتعمل عليهم خصم، سواء الbulk purchases يعني بدل مثلًا ما بيشتري قطعة واحدة لو اشترى قطعتين أو اشترى 3 هياخد عليهم خصم. تمام، أو لو منتجات مكملة لبعضها، لو أنت مثلًا عندك جِزم وتيشيرتات وبنطلونات مثلًا فlook كامل مثلًا، تيشيرت وبنطلون وجزمة مثلًا. ماشي، بنطلون مع accessories. ماشي، كنبة وترابيزة مثلًا. تمام، وهكذا بقى على حسب أنت آآ بتبيع إيه أو إيه المنتجات اللي بتقدّمها. فالbundles من ضمن أنواع العروض اللي أنت ممكن تعملها. ماشي، الحاجة اللي بعد كده بعد ما حطيت الكالندر وحطيت العروض دي، ابدأ بقى بُص على المنتجات اللي أنت هتوزّعها. أنت مثلًا وليكن brand بتبيع منتجات تجميلية skin care products. طيب هاوزّع المنتجات دي بشكل عامل إزاي؟ مش كل المنتجات يبقوا كلّهم مرصوصين تحت category واحد، لأ ابدأ قسّمهم، قسّمهم by ingredient، قسّمهم by concern. ماشي، قسّمهم by result. ماشي، أنتِ مثلًا color fade، أنتِ acne مثلًا، products مش عارف إيه، منتجات مثلًا للشعر، منتجات للبشرة الداكنة، منتجات للبشرة الدهنية. ابدأ قسّم المنتجات بتاعتك بأكتر من طريقة، وزّع الكتالوج بتاعك، وخلّي بقى في عندك قسم الbest sellers، المنتجات الأكثر مبيعًا، الnew arrivals حُط فيها المنتجات الجديدة. ابدأ وزّع المنتجات بتاعتك في كتالوج كبير، عشان لمّا العميل يخش يشوف هو يعني يشوف التوزيعة اللي موجودة ويبدأ يروح على حسب التوزيعة دي. وكل ما بقى عندك كتالوج أكبر أو لو أنت عندك منتجات أكتر، كل ما ده سهِّل عليك إنك تقدر تعمل ده. تمام، بعد كده هتبدأ تبُص على الcheck list بتاعتك بقى كلّها. أنت عملت خلاص strong commercial calendar، عامل offers للعيد، للsummer، للvalentine، للmother day، رمضان، international women day، حاطط بقى الcalendar بتاعتك. ماشي، ابدأ بقى اعمل themed promotions فيها كل الvisuals اللي هتعملها تكون للpromotion دي. يعني أنت مثلًا عندك رمضان يبقى أنت خلاص كل حاجة عندك على السوشيال ميديا، كل حاجة عندك على الويب سايت، كل إعلاناتك بتتكلم بده real time. البانر اللي موجود على الويب سايت بيتكلم عن رمضان أو بيتكلم عن المناسبة اللي أنت بتعمل لها promotion، لمّا العميل بيخش من على الإعلان بيلاقي ده على طول أول حاجة بيشوفها قدامه. ماشي، اللغة اللي مكتوب بيها الإعلانات مناسبة، استعدي مثلًا لرمضان أو استمتع بأجواء رمضان الكفتان مثلًا ده. تمام، وهكذا بقى، دايمًا يبقى كل حاجة themed. ويا سلام لو أنت قدرت تعمل gift box أو تعمل box بالثيم الvalentine مثلًا. ماشي، فتعمل packaging themed packaging للمناسبة دي، valentine، عيد الأم، رمضان، وتبدأ تpromote الbundles بتاعتك بالشكل ده. أوكي، يا سلام بقى لو أنت كمان تعمل قبليها teaser وbuild up communication. Black Friday مثلًا بتبدأ قبليها من فترة، تبدأ تعمل promotions وترتّب الدنيا بتاعتك قبليها، تبدأ تبعت إيميل لكل الناس اللي موجودة عندك على الويب سايت، تبعت SMS لكل الcustomers بتوعك، اعمل social media teaser، جهّز الدنيا عندك، ويبقى عندك dedicated video campaign بقى عشان تكمّل بيها ال 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 الcampaign كلّها. فأنت كده أهوّة أول حاجة عملت الcalendar بتاعتك. ماشي، بعد ما جهّزت الnet margin بتاعك وعرفت الprice point بتاعتك عاملة إزاي، عرفت الunique selling angles والpoints اللي موجودة عندك للمنتج، عملت commercial calendar ووزّعت فيها العروض بتاعتك على مدار السنة، وجهّزت بقى عرفت أنت هتعمل مثلًا bundle هنا عاملة إزاي، هتعمل هنا gift box عامل إزاي، وجهّزت ده commercially بشكل كامل وعرفته. طيب إيه تاني بقى عوامل مهمة جدًا commercial؟ تاني يعني من العوامل المهمة جدًا في الcommercial strategy بتاعتك هي آآ الretention strategy. أنا دلوقتي هاصرف فلوس عشان أجيب ناس. طيب لازم تبقى أنت عندك استراتيجية لإن أنت العُملا بتوعك نفسهم يرجعوا يشتروا تاني. يعني إيه؟
يعني أنا بادفع فلوس دلوقتي عشان أجيب عميل جديد يشتري منّي، جِبت العميل ده ب50 جنيه، اشترى منّي منتج ب300 جنيه، تمام، أنا العميل ده خلاص أنا المنتج بتاعي واثق فيه، واثق في إن المنتج ده منتج قوي، فأنا عاوز العميل ييجي يشتري منّي أكتر من مرّة، فمن هنا بابدأ أعمل بقى استراتيجية اسمها الretention strategy، إن أنا باعمل offers مخصصة للعملا دول، أبدأ أعمل حاجة اسمها loyalty program مثلًا أو برنامج الولاء، أبدأ أعمل حاجة اسمها cash back، خصم على الnext order، أدّي له promo code يوزّعه لأصحابه، وياخد مقابل كل order هيتعمل من أصحابه هياخد خصم من عندي أو voucher من عندي، وهكذا بقى. فدي جزء من الأجزاء المهمة جدًا اللي أنت لازم تكون واخد بالك منها وأنت بتعمل الcommercial strategy. طيب أنا مش هنلحق نخلّص كل حاجة في الcommercial strategy في الحلقة دي، باقي الحلقات هنتكلم على باقي العوامل اللي موجودة، لو عندكم أسئلة سيبوها لي في التعليقات، كان معكم محمد تيتي، شكرًا، مع السلامة.